السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. مبروك عليكم هاد الشهر ديال شعبان. غدا إن شاء الله الأيام البيض 12 و 13 و 14 و 15. كنتمنى إن شاء الله يوفقنا الله للصيام ديالهم. اش غنقول لكم اليوم الحد باغا ندير فيه كل شيء. تقديت القوام ديال السلو وديال الشباكيه. ما نعاودش لكم، نقيت الخرشف باش ندير مريقه شويه. قلت لا غندير كسكسو، نقيت الخضره شويه وانا نقول لا غندير بلبوله. غنوريكم واحد الطريقه. دابا بلبوله راه درتها كتفور، غير غسلتها وسقطرتها ودرتها في الكسكاس كتفور، وغنوريكم ان شاء الله الطريقه ديالها كيفاش كتعاود كتجي معلكه وبنينه ولذيذه. ان شاء الله غنشارك معكم الاثمنه ديال هادشي اللي تقديت. المهم هاد الخمارات راه دائما كنحتاجوهم. السنيده رانا خديت 3 الباكيات، جوج باكيات يعني 4 كيلو. انا صوبتهم هنايا وجدتهم هما الاولين. اول حاجه كنوجد في رمضان، في رمضان اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. هذا العسل صايبته راه باقي ما وجدش، راه طيب ولكن ضروري خاصو تيبرد عاد نعرفوا القوام ديالو. هاد العسل اللي 2 باكيات ديال سنيده درت معاهم حامضه كبيره، وكل 2 كيلو سنيده فيهم ايطرو ديال الماء. كنخليه يطيب ساعه الا ربع، 45 دقيقه. ودابا الا لقيتو غدا ان شاء الله الا لقيتو باقي جاري، انا درتو في واحد الطبيسيل غنتسناه تيبرد وغنجربو. الا لقيتو باقي جاري غنزيدو واحد 5 دقائق وغنوريكم الطريقه كيفاش كيتعلك ان شاء الله. المهم اول حاجه كنصاوبها هو العسل. خديت الشوفان خديته زوين، ماركه زوينه ب 300 ريال، 15 درهم للكيلو. 15 درهم للكيلو. هاد الشوفان راه كيداروا به عده وصفات، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وزوين حتى الشكل ديالو زوين. هذا نقدروا نزوقوا به الصابلي. وخديت جنجلان 2 كيلو ديال الجنجلان البلدي، خديته ب 55 درهم. غلات السلعه، كان داير غير 900 ريال 50 درهم، دابا خديته ب 55 درهم. ولكن واخا هكاك ما فيش الميته بزاف ونقي شويه. وخديت كيلو ديال اللوز، كيلو ب 70 درهم. وخديت 2 كيلو ديال الكاوكاو جديد وزوين حتى هو. كيلو ان شاء الله غادي نديرو في سليلو، وكيلو غادي نديرو في البريوات كيجيو من داكشي بريوات ديال الكاوكاو. وخديت 4 ديال النافع البستاني، ورابعه 250 غرام ديال حبه حلاوه 250 غرام دايره 20 درهم. والنافع البلدي 250 غرام رابعه كبيره دايره 25 درهم. كما كتعرفوا مع هاد الزيادات الله يلطف بينا وصافي. المهم شاركت معكم ان شاء الله الصباح ديال الحد. راه قلت لكم باغا ندير المرقه، باغا ندير كسكسو، باغا نصاوب شباكيه، باغا ندير شحال من حاجه. ولكن الحمد لله دابا تقديت، ورغم ذلك راه باقا شويه تقديه. وغادي نشارك معاكم البلبوله التفويره الثانيه كيفاش كتجي معلكه وسهله وبطريقه بسيطه. كما كتشوفوا هاد البلبوله انا درت الخضيره، درت الحيمه والخضيره. وهاد البلبوله اللي كتشوفوا هنا في الكسكاس هي كتفور. راني غير رويت على الحيمه صافي وغسلتها في البانيو في البلاصه ما كايناش حتى 5 دقائق، وخويتها في هاد الكسكاس تقطرات 5 دقائق صافي. غير غلات البرمه انا درتها كتفور، وغنشارك معكم ان شاء الله التفويره الثانيه. صافي دابا غنخليها تبقى تفور، غنمشي نقضي شحال من حاجه وغنخليها تبقى تفور حتى تقريبا شي 20 دقيقه، وعاد باش غنوريكم الطريقه الثانيه. دابا ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه كيفاش كنغسل الجنجلان. كيجيني نقي وكنقيه بواحد السهوله. كناخذ حنا هنا واحد البانيو، طافيه عليه البلبوله
كناخذ واحد البانيو كنخوي فيه جنجلان كامل. وهنا عندي واحد الشبيكه دايره تحت منها بانيو ودايره فوق منها هذا المنديل اللي هو لايت شويه باش دغيا ينشف ليا جنجلان. صافي كنبدا نكب عليه الماء، طريقه سهله وما كنتمحنوش فيه، ما كنتمحنوش ملي كيكون نقيو فيه. نكب عليه الماء مزيان، نعومو مزيان. انا درت كيلو دابا، واخا هكاك البلدي راه فيه وفيه، راه فيه اللي فيه الميته بزاف واخا تيبان لكم تمر، وفيه اللي كيكون نقي ما فيهش الميته بزاف. هذيك الميته حتى هي راه كتكون مره واحد شويه. انا دابا خويت عليه الماء حتى عومته بالماء. الطقوس ديالنا سبحان الله العظيم ديال الشباكيه وديال السويلو ما كنقدروش نستغناو عليها، ولو كلشي غلا وكلشي ولا غالي، رغم ذلك كنعضوا في الصبر وكنشريو، كنتقداو ونصاوبوا الطقوس الرمضانيه. صافي دابا هادشي شويه، هادشي اللي كما كتشوفوا هادشي غنتسنى يهبط ثقيل، واللي خفيف غادا نحيدو. غتكون فيه شويه هذيك الميته كما كتشوفوا. هادشي اللي غيبقى طالع كله غادا نحيدو كما كتشوفوا، ولكن راه ما غاداش اللوح هذا، غادا نعاود ننسفو. انا طالعين مع شي وحدين ونبقى نديرو بحال هكا الكروس، نلوحو في الخبز ولا نزوق به الكريسات. المهم ما غاداش نضيعو، مازال غنسفو هذا ان شاء الله من يكرم. صافي دابا قلتلكم هذا راه ما غاداش نلوحو. دابا غنحرك واحد التحريكه مزيانه صافي، وغنبدا كنخوي في الشبكه مباشره، لان الحجر راه باقي تحت. كنخوي وكندير في هاد الشبيكه وكنحرك عاوتاني واحد التحريكه بحال هكا. صافي ثاني كنبدا نخوي في الشبكه. الحجر راه ما عمرو ما تينزل ليا، دابا الحجر راه باقي تحت. طريقه سهله وفرمت التعاين. كنلقاو روسنا حنا غسلنا الجنجلان وغادي نتمناو من التنقيه ديالو، غنلقاو خفيف ولو يكون بلدي. انا ما قطعتش معاكم. دابا هادشي غنزيد فيه الماء، غنزيد فيه الماء باش دائما يخرج ليا نقي والحجر يبقى لتحت. كذلك غندور بحال هكا وغادي نخوي. شوفوا شحال فيه ديال الزبيب. كنتمنى ان شاء الله نكون قربت. شوفوا التراب اللي فيه، شوفوا شحال نقصنا علينا ديال الخدمه بهاد الغسله ديال الجنجلان. وبهاد الطريقه نتسنى يهبط الحجر. شوفوا شحال ديال الحجر. غتبقى ليا هاد شويه حتى هو. دائما كما كتشوفوا الحجر راه ما كيهبطش، كيبقى هو الاخر والتراب. ها نتوما طريقه سهله. هذا غادي نشلو
غادي نشلو مزيان، كيتبقى ليا هو الاخر. نتمنى ان شاء الله تكون جاتكم هاد الطريقه سهله. شوفوا شحال ديال التراب، شوفوا شحال ديال التراب بقى فيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم هاد الطريقه، وكذلك غندير الكيلو الثاني حتى هو بنفس الطريقه. وراه دغيا تينشف ملي كنديروا ليه هاد المنديل هذا، ملي كنديروا هاد المنديل راه دغيا كينشف. غنكمل ان شاء الله ندير الكيلو الاخر حتى هو بنفس الطريقه. هانتوما البنات واحد المعلومه اخرى، شوفوا حبه حلاوه راه فيها الغيز، فيها التراب كما كتشوفوا. راه نتا هي غسلتها درت ليها نفس الطريقه ديال الجنجلان. شوفوا شحال بقى ديال التراب وديال الحجر، ولكن من بعد ما غربلتها حتى غربلتها شوفوا شحال حيد ديال الزبل، وكذلك عاد باش غسلتها وشوفوا ثاني شحال كاين ديال التراب. نتمنى ان شاء الله المعلومه تفيدكم. كما كتشوفوا حتى هي نفس الشيء درتها في المنديل نيت اللي كان فيه جنجلان، حتى هي وغادا تنشف ليا بواحد السهوله صافي. ونسخنها غير في الشمس ولا من يطفى الفران نسخنها فيه. هادشي الا كنت مزروبه بها، الا ما كنتش مزروبه بها غادا غير نسرحها وغتبقى تتنشف على خاطرها. نتمنى ان شاء الله المعلومات فيه. ايوا دابا تابعوا معايا مزيان الطريقه كما كتشوفوا. ها هي فارت المده ديال نصف ساعه، انا ما مسالياش كنسوس في واحد المرح، خليتها نص ساعه وهي كتفور. دابا غادي نخوي عليها الماء طايب، الماء طايب طالق السبوله كما كتشوفوا. غنخوي لها بحال هكا وغندور بجميع الجوانب ديال الكسكاس. طريقه سهله وغتعتمدوها وتجيكم البلبوله معلكه بحال هكا. كنخوي على البلبوله مزيان تقريبا تيبان لكم بحال هكا هام عليها الماء. ودابا غادي ندير لها واحد جبيبانيه ونخليها تستقطر. غادي نخليها تستقطر. ودابا راه مازال كتفور هي بهاد الماء طايب، بالماء طايب وبالسخونيه اللي كانت فيها ديال الكسكاس. هانتوما راه بحال لا مازال كتفور. كنحركها بحال هكا باش يهبط منها الماء كامل، ونحرك الجوانب كاملين. صدقوني راه غتوليو تعتمدوا هاد الطريقه وتجيكم ساهله. وحتى في الوقت كتغسليها وتغسلي الخضره وتنصبي وترديها فوق البرمه وتمشي تقضي اللي عندك وترجعي تاني. هادي واحد الدرا ترجعي عاوتاني ديري لها هاد الطريقه بحال هكا. ها هي تسقطرات كامله. شوفوا هي شوف عاد التحراك اللي حركت هي بحال كتطلع في الفوره. شوفوا كيفاش كتطلع في الكسكاس. الكسكاس كان كيبان لكم فيه غير النص. شوفوا دابا ها هي بحال تزادتها فوره اخرى. غنزيدها شويه الملحه الملحه دائما على حسب الذوق. غنخليها واحد 5 دقائق ونرجع نخويها في القصريه. كما كتشوفوا انا خويت القصريه من الماء. ها هو ها هي فارت وتعلكت، يعني بقات خاصها غير تفويره الاخر. صافي دابا غادي نخويها القصريه. التليفون نسيتو صح. غادي نخويها في القصريه وبلاتي واحد شويه ونجي نحلها وندير لها شويه زيت العود. كما شفتوا ها هي نشفات البلبوله. انا خليتها تقريبا واحد نص ساعه. شوفوا جنجلان، شوفوا جنجلان اللي غسلت، شوفوا كيفاش بدا كينشف بسرعه. هانتوما
هذه طريقه زوينه انكم ديروا بحال هكا شبيكه. دابا راه غنلقى الماء كامل قطر كما شفتوا. هذه هي البلبوله، شوفوا كيفاش جات. ها نتوما شوفوا كيفاش معلكه. خساره ما دايرهاش لها لحم الراس، دايره غير اللحم عادي. دابا غندير واحد شويه ديال زيت العود. هي كتبغي زيت العود وكتبغي مطيشه. السر ديالها هو تقوي العطريه في البلول ديالها وتكون مطيشه كثيره. انا راه درت لها غير نصيب الكسكسو صافي. دابا غنفكها بحال هكايا، هي مفكوكه. البلبوله ما عمرها ما كتلصق. صافي غنفكها وندير لها التصويره الاخرى ونرجع معاكم. ايوا كما كتشوفوا انا درت كسكاس فيه شويه سميده وكسكاس فيه البلبوله. كاين اللي كيبغي السميده، كاين اللي كيبغي البلبوله. ايوا هذا هو الغدا ديالي شاركته معاكم. ايوا تحرقات ليا البوله ديال الرينغ لايت. كما كتشوفوا انا دائما كنسقي كلشي في قصريه وحده. بسم الله. ماشي اللي بغى شي حاجه كنحيدوه من القصريه نسقيو ليه بوحدو، باش كلشي ناكلو في قصريه وحده. ما شهيتكم البنات، ما شهيتكم فيها. بغيتكم البنات تشوفوا هذا البلول شحال خاطر. سمحوا لي طفات لي الرينغ لايت، الكاميرا طفات. كما كتشوفوا هذا البلول كيبغي يكون خاطر ديال البلبوله، ما كيبغيش يكون جاري. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه اللي درت انايا وتعجبكم. ايوا كما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ودائما انايا كنزيد شويه السمان وشويه البزار في البلول وكنعاود ندوز بيه من الفوق بالصحه والراحه. وليها وشو يسمح لي ويجي عندي ونديرها ليه بكل سرور وبكل فرح. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها وديروا البلبوله ديال الشعير. راه مهمه بزاف الوليدات والكبار، راه مهم بزاف الشعير. حاولوا نغيروا مره السميده مره الشعير. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما تحرمونيش من لي لايك ديالكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.